طبعا يا جماعة رغم المستوى الكبير والظهور الطيب اللي ظهر به برشلونة في الأربعة مباريات الأولى والفوز بأربع مباريات متتالية، لكن نحن لسه ما نحكم في طبعا في الأربع جولات، لأنه لسه المشوار طويل والليغا لسه بعيد. عشان كده نحن لسه ما نمدح اللعيبة ولا نمدح المدرب في المستوى اللي قدمه، خصوصا وانت لسه ما واجهت لا ريال مدريد طبعا في الدوري، ولا مانشستر سيتي، ولا بايرن ميونخ، ولا أي نادي من الأندية الكبيرة. وده اللي بيحدد لك المستوى اللي انت بتقدمه. يعني فريق زي بلد الوليد انت كونك تفوز عليه ب 7-0 ده ما اي امتحان. الامتحان الحقيقي طبعا انت تلاقي ريال مدريد، مانشستر سيتي، او اي نادي من الانديه الكبيره طبعا. لكن هذا لا يعني انه هانزي فليك يا جماعه ما قدم اضافه لبرشلونه، ولا داني اولمو قدم. يا جماعه هانزي فليك يا جماعه غير من نهج لعب برشلونه، غير من واقعيه برشلونه، غير من الضغط العالي، غير من نفسيات اللاعبين. شوف يا جماعه رافينيا، هل رافينيا اللي نحن بنشوفه الليله يا هو رافينيا اللي كان بيلعب الموسم اللي فات مع تشافي؟ لا اكيد يتغير 180 درجه، وكانه رافينيا رجع طبعا في عهد زمانه لما كان بيلعب في ليدز يونايتد. وده اللي تاثير المدرب على اللاعبين، انت بتدي اللاعب حقه طبعا وتثق فيه، بعد ذاك اللاعب يقدم لك. يعني ثقه طبعا مدرب برشلونه في رافينيا يا جماعه دخل رافينيا يثق في نفسه اكثر ويرجع لعهد زمانه.